لا يفوتها أحد. رئيسية كبرى، إن قدرت عليها كلها هنيئا لك، 2 هنيئا لك، 1 هنيئا لك، ولا 1 هنا الحرمان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بفرضية هذا الصيام، احتسابا يحتسب عند الله التعب والمشقة التي تأتي بهذا الصيام. جميل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو جعلنا هذه الأهداف عندنا الثلاثة لكفى، فكيف إذا زدنا عليها؟ ومن لم يستطع أن يفوز بشيء من هذه والله إنه محروم. الأمر الرابع، كان السلف يجهزون للدعاء. إيش دعواتك اللي ستدعو بها في رمضان؟ يا سلام. أنا أتكلم عن نفسي، والله يا شيخ ما في دعاء التزمته في رمضان وانتهى رمضان إلا وحققه الله لي في فروع السنة. الله. طال الزمن ولا قصر والله يجي. ولولا أن الإنسان ما وده يكشف بعض الأمور، والله أشياء أقسم بالذي خلق السماوات السبع إنها وقعت كما دعوت. أما بنعمة ربك فحدث، إن كان ممكن تعطينا شيء منها يا شيخ. والله أنا هذه أسرار بيني وبين الله، لكن والله هي أشياء أني دعوت الله عز وجل بها والله ما كنت أتوقع أني أصل إليها. وأنا أدعو الله أقول يا الله يا الله أسألك الشيء الفلاني فيعطيني أزيد ويمن علي بأكثر. الله أكبر. ولذلك أقول من الآن من الاستعداد جهز دعواتك. ما هي الأمور المهمة عندك تريدها في رمضان؟ يا سلام. جهز من الآن يا أخي، ادع فيها من أول ليلة في رمضان حتى آخر ليلة في رمضان. صدقني أنها ستقع. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وين قال هذه الآية يا شيخ؟ ويسألك عبادي عني. نعم، ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. في متوسط آيات الصيام، قبلها آيات صيام وبعدها آيات صيام. حتى العلماء لماذا ذكرت هذه الآية هنا؟ قال ابن كثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد. الله أكبر. علينا أن نحرص على هذه القضية حرصا تاما.